الولد عمره ما كان بيذاكر، ومع كده كان دايما بيطلع الأول على الفصل. المدرس كان مبسوط جدا منه وقرر يعينه عريف للفصل، بس الطلبة اعترضوا على القرار. فالمدرس كتب مسألة أولمبياد رياضيات على السبورة وقال اللي هيحلها هو اللي هيبقى العريف. بس كل الطلبة مش عارفين بعد ما قروها، ومحدش عارف يحلها. عشان يحتفظ بمكانه كأول الفصل، الطالب المتفوق قرر يطلع يحل المسألة. عدى 10 دقايق وهو لسه مش قادر يوصل للحل. أما الولد التاني فكان هادي جدا، كتب شوية خربشات على الديسك وفجأة نطق بالإجابة. الطلبة ما كانوش مصدقين وما قدروش يصدقوا، لكن الطالب المتفوق رفض يعترف بالهزيمة. قرر يشترك في مسابقة فيزياء، وكان عاوز يغلب الولد ده بأي طريقة. من بعدها بدأ يذاكر فيزياء بجد، وكان بيسهر لحد الساعة 4 الفجر كل يوم. الولد التاني في المقابل كان بيقضي وقته بيقرأ قصص مصورة، وممسكش كتاب الفيزياء غير قبل الامتحان بيوم واحد، وقعد يذاكر نص ساعة بس ونام بعدها. يوم الامتحان خلص الولد الأسئلة كلها بسهولة وسلم الورقة بدري، وده صدم الكل. أما الطالب المتفوق فكان بالكاد خلص الأسئلة قبل ما الوقت يخلص، وكان متأكد إنه المرة دي هيكون هو الفايز. لكن تاني يوم الولد هو اللي كسب المركز الأول في المسابقة. كل الفصل صفق له ومدحه، إلا الطالب المتفوق اللي كان واقف محتار.